ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير كده على طول وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا. قبل ما نبدا اي حاجه بقى كنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالوا نشوف بقى عملت البناء الخطير ده ازاي. وبرده قبل ما اقول لكم عملت البناء ازاي، ايه رايكم في صوت الديك ده بتاع الجيران؟ وحشكم صح؟ ما سجلتلكوش كده من زمان، وصوت الديك من زمان. شايفين بقى البانيه؟ شايفين قطعه البانيه تخينه ازاي وحلوه ازاي؟ لو ما بتعملوش البانيه بالطريقه بتاعتي ديت، لو عملتوها باذن الله والله تعتمدوها مش تعملوا الا هي، لانه حلو جدا والبنات بتاعي بيبقى حلو جدا ومميز كده وفيه مزازه كده وقمر. تعالوا بقى نشوف بقى هنعمله ازاي دلوقتي. ايه رايكم بس الاول قبل ما نشوف هنعمله ازاي؟ ملي عينكم كده من البني بتاعي، وانا اللي مقطعه على فكره في البيت، فهتلاقوا تقطيع كده يعني ايه مش اللي هو، بس بس حلو يعني. قطعه البانيه تخينه كده عن اللي بره خالص. شايفين بقى البانيه بقى؟ هنا بوريكم قطعه البانيه. ما شاء الله قطعه البانيه كبيره خالص وعريضه ازاي. معايا بقى طماطميتين، بصلاية كبيرة او بصلتين صغننين، كام فص توم كده، ليمونة. اهم حاجة الليمونة على فكرة. ده المكعب اللي انا حطيت عليه دوت بس مفروك. وبابريكا، يعني مش بابريكا، قرفة، كمون، ملح، فلفل اسمر، وده كاري. كان بصراحة طعمه خطير، انا على طول على فكرة بعمله كده. انا ما بقولش كمية البهارات قوي، انا حطيت شوية قرفة صغيرين بتديله طعم حلو قوي. ما قلتش الكمية البهارات قد ايه، لان ايه حسب الكمية اللي عندك. الحاجات ديت حسب الكمية اللي عندك. دول كانوا صدرين كبار كده عملتهم البانيه. سبحان الله يا جماعة، انا عمري ما دقت الخلطة اللي انا عملتها ديت خالص يعني الحمد لله الحمد لله بتطلع مظبوطة، مش بيطلع ناقصها ملح ولا حاجة. هنا بقى انا عاملة بقى ضربة الخليط ده خالص كده. شايفينه اصلا عامل ازاي؟ ومعومة بقى معومة البانيه في قلب الخليط دوت. وبسيبه انا، يعني ما بعملش بانيه ولا بتبل اي تتبيلة فراخ. يعني في ناس بيعملوها كده اللي هو قبلها بكام ساعة، بس انا بحب بقى احطها قبلها بيوم في التلاجة. بحبها كده يعني، بعملها بقى في السهرة خالص كده بقى، اقوم عاملاها وسايباها بقى في التلاجة. فضلت قافلة عليها لحد بقى ما شفتوها الوقت. معايا بيض ومعايا بقسماط، لو عايزة دقيق احطي، بس انا ما حبيتش يعني اخلي طبقة الكفر اللي عليه يعني كتير قوي. فاكتفيت بالبقسماط والبيض بس. شفت بصفيها كده من التوابل اللي هي فيها، واحط كده في البيض، ومن بيض احط في البقسماط كده يعني، وهكذا. ممكن تعملي الخلطة ديت وتسيبيها شوية على بال ما الكفر يمسك على في قطعة البانيه وكده، عشان ما يقعش منك في الزيت. واهم حاجة تكون الطاسة سخنة قوي، الزيت اللي فيها سخن قوي عشان ما يتفكش منك الكفر اللي عليه دوت. وبعد ما تسخن بقى اللي هو تجمد كده في نفسها، وتقلبها كده على الوشين، تهدي عليها بقى شوية عشان تستوي. يعني طبعا انت عاملاها كلها ني في ني، وانا قطعة البانيه ما شاء الله تخينة، فلازم كنت هدي يعني. تغرقي كده بقى في البقسماط كويس عشان ايه الكفر يفضل ماسك فيها. انا عملت على قد ما انا هاكل، بس على قد ما احنا هناكل انا وجوزي، وعشان ما قليش يعني بقى مش حلو بس هو بارد. ف... فانا بقلي على قد الكمية اللي هتتاكل بس. وهكذا البانيه خلص. شفتوا مفيش اسهل من كده. بجد سهلة قوي قوي، ومن احب اطعمة الفراخ اللي على قلبي. انا بقى من النوع اللي بحب اعمل البانيه قوي، جنب البانيه مكرونه بشاميل. يعني الناس بيعملوا جنبه مكرونه حمراء، انا بحب جنبه مكرونه بشاميل. انا كنت اليوم دوت عامله مكرونه بشاميل، اللي عايز يشوف الطريقه بتاعتي الفيديو اللي قبل البانيه على طول هو ده فيديو المكرونه البشاميل، وجربها برضو باذن الله تعجبكم.
واتمنى بقى من كل حبايب قلبي يحطوا لي لايكات، واللي ما اشتركش يشترك، ويكتبوا لي كومنتات كده، واللي يجرب البانيه بتاعي يقول لي ايه رايه. انا رغايه ولا ايه؟ شفتوا انا بوريكم البانيه للمره التانية، ايه رايكم بقى؟ والله بصوا انا عامله البانيه ده من اسبوع بس، بجد بجد حاسه ان انا عايزه اقوم اعمله تاني الوقت، لانه خطير بقى. ولو عملت كده في سندوتش كده وكاتشب بقى وكده، يا سلام سله. متنسوش بقى في اللايكات. اسيبكم في رعايه الله.